فجأة صمت كامل جوه عربية المترو اللي كانت زحمة وصوت مليان في كل مكان. لحظة واحدة انقلبت فيها نظرات الغل والغضب لدموع وذهول. قصتنا بدأت لما راكب من الركاب وقف وقام يزعق لأب قاعد وحاطط راسه بين ايديه وكأنه شايل هم الدنيا كلها فوق راسه، قاعد في حاله ساكت، حالة من الصمت غريبة، سايب عياله يتنططوا ويضايقوا الناس. قال له بنبرة حادة جدا: ما تلم عيالك، ايه قلة الذوق دي؟ هنا الأب رفع راسه ببطء وعينيه مليانة دموع محبوسة، وبصوت مرتعش قال له: أنا بعتذر لكم جميعا، معلش أمهم لسه ميتة من ساعة في المستشفى، وأنا راجع مش عارف أعمل إيه ولا أروح لمين وأبدأ إزاي. في اللحظة دي كل اللي حواليه في عربية المترو سكتوا تماما. اتضح ان الراجل ده مش مستهتر، الراجل ده في وسط حربه الخاصة اللي محدش يعرف عنها حاجة. فجأة الراجل اللي كان بيزعق له قام قعد جنبه وقال له: البقاء لله، انا اللي اسف، تحب اساعدك ازاي؟ وده اللي احنا كلنا بنقع فيه، اننا بنحكم على اللقطة الاخيرة اللي بنشوفها من حياة الناس من غير ما نعرف اصل الموضوع. بنوزع احكام وادانات واحنا ما نعرفش حجم النزيف اللي جوه القلوب. الحقيقة المرعبة ان اصعب انواع الوجع اللي ملوش صوت، الوشوش اللي بنقابلها كل يوم من شباك العربية، في المواصلات، في الشارع، رجالة، ستات، شيوخ، شباب، كل وش وراه قصته الخاصة انت ما تعرفش عنها حاجة. الشاب اللي كشر في وشك الصبح ممكن يكون مهدد بقطع عيشه، والست اللي اتعصبت في الطابور شايلة هم ضنا مريض مش عارفه هتجيب تمن علاجه منين. الراجل العجوز اللي واقف يفاصل مع البياع على تمن القلم ولا الكشكول لعياله مش بخيل، ده مروح لبيته مفيش في جيبه مليم عشان يعرف ياكلهم. والبنت اللي قاعده جنبك في الميكروباص ودموعها نزلت فجاه وهي بتبص من الشباك، ده عامله حساب انها مروحه لبيتها والاول ليله هتبات النهارده وباباها مش موجود في البيت، مات. كل واحد في الناس دي في اللي مكفيه، عشان كده اتعامل مع الناس بلطف. لو عاوز تقرب قرب في سلام، ولو عاوز تبعد ابعد بإحسان، لأن الكلمة الطيبة بتبني بني آدم والكلمة القاسية بتهد اللي بقي منه. رفقا بقلوب الناس فالحياة لم ترحم أحد. لو حسيت إن الرسالة دي لازم توصل لحد غيرك احفظ الفيديو وشاركه مع الناس، جايز تكون سبب وكلمة طيبة بتبني بيها حد النهارده.